هاي عليكم، معاكم يوميات مامة يونس. لو اول مره تشوفيني بس اشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك زغروطه من قناتي وشعار بكل لايف او بوست او فيديو جديد. شاركيني فيه يومي بكل تفاصيله. متنسيش تعملي لايك وتعليق كده حلو كده، كومنت حلو كده شبهكم، وتنوروني وتشرفوني في قناتي انا وابني اوسه، صح؟ اللهم بحبحوا يا خالتاتو. النهارده يوم كده خفيف كده على قلبكم. احنا هنعمل روتين كده بسيط. انا هنا بوريكم المكنسه. انا اول مره اعرف ان هي بتطول كده يا جماعه. يعني بقالي 4 سنين متجوزه، اول مره اعرف ان المكنسه بتطول كده. فمالكمش دعوه بالبورس اللي واقع دوت، يعني متركزوش معاه. ده قاعد لي في كل حته. ده هتلاقوه ورايا ماشي ورايا كده بالمكنسه. بالنسبه له المكنسه ديت يعني اكني بطلع حته كده من قلبه عشان يلعب بيها. فربنا يا رب يحمي يا رب اولادنا يا رب جميعا يا رب، ويرزق كل مشتاق بالذريه الصالحه. قول لهم بحوا بحوا يا خالتاتو. قول لهم بحوا بحوا. جماعه الفيديوهات اللي قبل كده هتلاقوا مش عليها صوت بس في اول دقيقه، عشان خاطر شلت الصوت اللي عليه عشان طلع ده مشكله وكده. فاي حد يخش ما يفكرش يعني ان الصوت مكتوم، لا في صوت، بس هي بس اول دقيقه بس اللي ملغيه. عشان طبعا القناه لسه يعني صغيره، فلازم طبعا بيحصل طبعا مشاكل وكده. قالوا ايه، ما ينفعش تستخدمي اغاني وكده تحطيها. انا كنت احط اذكار الصباح يعني كده اول ما بنبدا يومنا. فطلع ان الكلام ده الموضوع ده يعني فيه مشكله، لا ما ينفعش. دي حقوق نشر، دي مش بتاعتنا احنا، يعني ما ينفعش ان احنا نعمل حاجه زي كده. فهنا هو انا الصلاه ما فيهاش حاجه، يعني انا قلت بس ايه اكنسها. انا بقى ايه، احنا كنا ماشيين كنا ماشيين كده انا وقوسه، فقلت اكنس الصاله كده معاكم كده قبل ما نمشي. فروشين كده خفيف كده على قلبكم. احنا هنا صحينا الصبح، طبعا النور قطع 3 ساعات. فطبعا الفيديو ده بعد ما النور جه. يعني الفيديو قعد النور قعد 3 ساعات عندي قاطع، والنت بايظ، فمش عارفه انزل لكم فيديوهات. ف مش عارفه بقى، حظكم بقى معايا كده، وبقى له يومين اهو مش عارفه انزل لكم فيديوهات. لو سبتش حد هنا يا ست الكل تشتركوا في القناه وتفعلي زر الجرس، عشان انتوا بتنسوا يا جماعه. بتنسوا تعملوا لي تعليق، وبتنسوا تشتركوا في القناه، وبتنسوا تفعلوا زر الجرس يا جماعه، اعملوا لي تعليق يا جماعه، عايزه ارد عليكم. في ايه يا جماعه، في ايه؟ عشان لسه يعني قناه يعني صغنونه يعني. بكره تكبر، بكره تكبر بيكم ان شاء الله يعني. بس انتوا بس ما تنسوش بس، عشان بجد انتوا كده بتزعلوني. فان شاء الله كده يومنا يبقى خفيف كده عليكم، ونعمل كده كام حاجه كده يعني. طبعا ايه، الشتاء بقى جاي وهنشيل السجاد ده كله، فايه احنا ايه التنظيف كده، ايه التنظيف ده مش العميق يعني، احنا بقى ايه بننضف كده ايه فوق الوش كده. لو وصلتي لحد هنا مش تعملي تعليق، تعملي كومنت. انا وايه وقوسه اللي هو بحبحي خالتاته اللي هم عاملين ايه، قول لهم انتوا كويسين. احكوا يا جماعه احكوا. ده البورصه، دي البورصه صح، مش انتي بورصه. هنا بقى ايه بنزق بقى الكرسي بقى ونعمل كده بقى. فيلا بقى. نزق الكرسي كده ونكنس بقى، وايه ونشد حيلنا كده ونقوم كده بقى نغسل المواعين اللي ورانا مش عارفين نغسلها. نقوم نكنس، نقوم نعمل اي حاجه، عشان خلاص يعني احنا ايه بنلعب في الوقت الضايع. فلازم نقوم كده بقى ايه نتنشط كده بقى ايه، نتنشط كده ونقوم نكنس بقى. النهارده الفيديو انا عامله لكم قصير عشان خاطر ايه يبقى خفيف كده على قلبكم. واي حد يخش عندي يا جماعه يشرفني وينورني، واي تعليق حلو كده منكم، عشان خاطر انا لسه يعني في البدايه فمش عارفه اقول لكم ايه. بس ان شاء الله يعني هعرف، يعني ان شاء الله هعرف اقول لكم ايه، وهقول لكم المره الجايه. فخلينا كده مع بعض. هنا بقى قلت ايه بقى، اخش اغسل بقى الستاير قبل ما انزل، عشان كنت طبعا مغيره معاكم الركنه وكده. فقلت بقى الستاير دي متبهدله خالص، فقلت بقى اغسلها احطها كده في الغساله. اديها غسله، اديها غسله يعني. انا ما غسلتهاش مره واحده، انا غسلتها مرتين مش مره واحده والله. عشان خاطر لا حاسه ان هي غامقه يعني من العيد، يعني طبعا العيد الكبير ما اتشالتش. فالموضوع كان صعب قوي يعني، فقلت ايه لا لازم كده اديها غسله. دلوقتي هوريكم الصابون اللي انا عملته اهو. هو ده انا لسه ما شلتهوش، يعني هو عامل 1 2 3 4 والصغيره ديت. بس هو طلع حلو، هو خفيف بس حلو والله، يعني بيعمل رغوه حلوه كده. فلا والله طلع جميل. يعني انا قلت لكم ان هو خفيف، بس هو طلع حلو الصراحه، يعني في استعماله بيعمل رغوه حلوه، ومش بيبوظ الايد. يعني زيه زي بريل ما بيبوظش الايد، لا عادي يعني. موضوع يعني عادي، ما بيبوظش الايد وكده، ما بيبوظش ضوافري، عشان انتوا عارفين احنا بنخاف على ضوافرنا وبشرتنا جدا يعني. طبعا ده اللي ما بيحصلش يعني. هنا بوريكم الحمام اهو، عشان في كذا حد بيقول لي عايزين نشوف الحمام، فبوريكم الحمام يعني يا جماعه، ما تشوفوش وحش يعني.
ما تشوفوش وحش يعني. هو الحمام بس ان شاء الله بنضفه معاكم يعني، هو ما فيهوش حاجه بس ان شاء الله نبقى ننضفه كده مع بعض. هنا بقى قلت ايه نحط ايه، حبه منظفات كده عشان خاطر الستاير بقى عايزاها تبيض. دي كده الغسله الاولى، الغسله اللي هي تنزل التراب منها، يعني اتغسلت 60 دقيقه بقى. اتنين غسيل بقى، واتنين تشط اتعمل وكده يعني. اسمها ايه يا جماعه، اسمها ايه؟ اتعصر كذا مره وكده بقى، ونشطف الغسيل بقى. وبعد كده بقى هنا بقى قلنا ايه بقى، بعد ما عملنا كل ده لازم نطري بقى على قلبنا بقى، نقوم نفطر كده الصبح كده ونطري بقى. نعمل ايه بقى؟ نعمل الكاكاو بتاعت الميكروويف بقى. 3 معالق دقيق، معلقه كبيره كاكاو خام، ولو عندك المسكره بتبقى احلى. معلقه كبيره، معلقه صغيره بيكنج باودر، حبه فانيليا. طبعا ما كانش عندي بيض، كانش عندي لبن، بس كان عندي لبن بودره يعني ماشي يعني. حبه فانيليا كده. حطيت معلقه لبن بودره، بتطلع حلوه والله العظيم يا جماعه بجد يعني، بتطلع جميله. لبن بودره كده، وهضربهم كلهم في بعض بحبه ميه. وكلي بقى احلى كيكه سريعه في الميكرويف. احلى كيكه، احلى كيكه هتاكليها ان شاء الله. هنا اهو كده اقلبهم في بعض بقى، بعد كده احطهم في الميه. صوتيش صوتيش، سيبيني اقول لهم الكيكه السريعه. حته سمنه، هدوهم بقى بالميه وادخل بقى. المضرب ده يا جماعه المفروض ان هو بتاع نسكافيه، بس انا نفعني قوي في الكيكه ديت. نفعني قوي قوي في الكيكه دي، بعمل فيها كيكه دي عشان طبعا المضرب التاني ما ينفعش يخش جواه. هو يعني من ساعه ما جبته اصلا ما عملتش بيه نسكافيه. هو جميل قوي للكيكه السريعه يعني، جميل الحاجه دي، لكن نسكافيه ازاي يا جماعه؟ ما فيش حاجه تخش جواه يعني. كبير كبير على المج دوت. لازم اضرب واحط في حته؟ لا، هو المضرب الكهرباء حلو قوي. هنا بقى ايه، عملتها وادخلها الميكرويف، واحط فيها بقى شوكولاته بقى، اللي ما كانش عندي شوكولاته بس حطيت اللي هو الفارماسي ده، جميل برضه بيطلع طعمه حلو. بس يا لوزه بقى، بس يا اوزه، بس احنا بنتكلم مع خالتاته. هنا اضرب 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 اضرب. جميل والله يا جماعه، قوي 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 في الموضوع دوت، حلو يعني. هنا بجد بجد الكيكه دي بتطلع جميله جدا. خلي بالكم انا جوزي بيتريق عليا بموضوع بجد 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 بجد. عشان بقول لكم بجد بجد، بقول لي الكلمه دي حلوه، خلي بالكم، قولوا احنا مش بنعيب عليها بجد بجد. هنا بقى هنحط بقى في الميكرويف الكيكه، ندخل الكيكه في الميكرويف. يعني بنحطها على 3 دقايق كده. انا حطها على 6 دقايق بس بعد كده قللت تاني كمان، خلي بالكم. هنا بقى نحط الكيكه ونسيبها بقى تشتغل. نروح بقى نعمل بقى الصوص بقى، الصوص بقى بتاعنا بقى. هنا هو بقى كده بقى نروح بقى نعمل ايه بقى الصوص بقى كده. نحط معلقه كاكاو على نص كوبايه لبن، وعلى معلقه نشا بس دي ما جاتش، وعلى حبه سكر، وحبه كده زيت بقى، وندخلهم برضو الميكروويف. بس يعني ايه الفقره دي ما جاتش يعني اتمسحت، بس ماشي. هنا اهو بقى طلعت الكيكه يا جماعه، هي تحفه تحفه. دي من عشاق الشوكولاته. مين عشاق الشوكولاته؟ اللي من عشاق الشوكولاته يقول لي على الشوكولاته وحلاوه الشوكولاته. وهو نحط بقى ايه الصوص كده بتاعنا من فوق. كانت تحفه 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 بجد يعني. تسلم ايدك يا دودو، والله والله تسلم ايدك. لو وصلتش لحد هنا يا ست الكل، تشتركي في القناه وتفعلي زرار الجرس عشان يوصلك زروطه من قناتي بشعار بكل لايف او بوست. ان شاء الله هعمل معاكم لايفات بس مش دلوقتي، قدام شويه لما نكتر كده وتنوروني كده وتشرفوني. ونورتوني وشرفتوني في قناتي الصغيره. وعايزه اسالكم سؤال، ما هي سوره الاخلاص؟ ردوا عليا في الكومنتات.